السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو اللي هو يعتبر أول فيديو على قناة اليوتيوب واللي أثار ضجة كبيرة في وسط المجتمع المغربي. الحديث هنا عن صاحب الحراك الشعبي ناصر الزفافي. أولا كنقدم لكم بطاقة تعريفية عن شخصيتي. أنا مسلم مغربي ريفي، مسلم الحمد لله، أفتخر بهذه الديانة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قوله تعالى أيضا: إن عند الله الإسلام ولله الحمد والمنة. مغربي متشبث بمبادئ الروح الوطنية والغيرة على هذا الوطن الجميل. ريفي هي هوية وصفة أي إنسان في أي مجتمع كان، سواء كان سوسيا صحراويا أو ريفيا أو غير ذلك. ولا أحب النزاع العنصرية طبعا، فهي خصلة ذميمة ولا فرق بيننا، كما ورد في الحديث الشريف: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ناصر الزفافي أو قائد الحراك الشعبي اللي قاد مظاهرات الحراك الشعبي في مدينة غالية علينا بزاف، هي مدينة الحسيمة، وللأسف خسارة وكانت أسف على هذا الشيء اللي وقع فيها. هذا الشخص اللي كيدعي هو بنفسه المطالب بالحقوق وبعض الإصلاحات الجذرية في المدينة. هذا الشيء من حق أي مواطن مغربي كيحمل الجنسية المغربية أو قاطن بصفة نهائية في وطن العزيز، ولكن اللي ما كيعرفوش بعض الناس أو كيجهلوه أو كيحاولوا يتعاونوا معاه أن هذا الشخص يحمل مساعدات دعم وتمويل من لوبيات خارجية وما عنده حتى نقطة دم اللي كيعبر بها على أنه مواطن مغربي كباقي المواطنين المغاربة. غادي نفهمكم كيفاش. أولا، في المظاهرة الحاشدة ديال الحسيمة كانت مظاهرة سلمية تبارك الله، ما وقع فيها لا صداع لا والو، ولكن على ما شفت أن جل المتظاهرين كانوا حاملين ما نقولوش راية أمازيغية، ولكن شعار أمازيغي اللي هو شعار دولي. أي أمازيغ في العالم كيهزوه، ولكن للأسف اللي حيرني هو أنهم ما هزوش العالم أو الراية المغربية. كيفاش بغيتوا المطالب والحقوق ديالكم، الحقوق ديالكم بما فيها الجامعة ومستشفى السرطان وغير ذلك من المرافق العمومية؟ أنا والله ما نتفق معكم بتاتا. ثانيا، السيس الزفافي ناض كملها وجملها، جاب لي كارد كود الخارج باش يحظيوه، بحال اللي خايف على حياته وخايف إلا غادي يقتلوه. واش لو كان بغاو يقتلوه واش حسب ليك واعر على الدولة؟ ولكن الدولة كتصرف بحذر، كتثبت عليك التهمة وكتقبض عليك حتى أنه ما خلى ما يصلح في المخزن أو بعض الأشخاص، وهذا كيتنافى مع مبادئ القانون والإخلال بالأمن العام. زاد عليها اللي وقع في خطبة الجمعة. غير قولوا لي يا عباد الله، واش أنا في المغرب ولا في كولومبيا بلاد المخدرات والمافيات الدولية؟ والله لا، هذا الشيء عيب وحرام. خلينا على ما وقع في بعض الأحياء، مثلا في بني بوعياش وبني بوفراح وزيد من ضرب الحجار للقوات الأمن العمومية. ودير مظاهرة دير، ولكن بشكل سلمي، ماشي تهرس في المرافق ديال الدولة وتقول راهم كيتعداو علينا. هذا الشيء ما يقبلوه لا عقل ولا منطق. اخواني اخواتي، احنا مجتمع مغربي، مجتمع رائع، مجتمع الغرب كيغيروا منا. علاش؟ الخير والثروات والطبيعه والجبال والصحراء واي صفه كتلقاها في هذا الوطن العزيز، حتى ان البعض غاروا منا من هذه النعمه اللي عطاها لنا ربي، وهي نعمه الامن والسلم. فكروا شويه، واش بغيتوا نوليو بحال سوريا ولا العراق او اليمن او مصر او فلسطين او غير ذلك الكثير؟ راه بحال هاد الدول بنادم كيدور غير على ما ياكل ما لقاش، اما حنا الحمد لله ناكلوا ونشربوا ونعسوا مرتاحين هانيين. فكروا ولو غير شويه. هذه رساله وجهتها للسيد الزفافي او ساكنه الحسيمه، نقول لكم بركه من الصداع، المطالب غادي يتحققوا ان شاء الله، وحنا دابا في هذا الشهر فضيل نصوموه وحنا هانين، ربي يدير ليها التاويل. اخواني اخواتي، انا اول مره كندير هذا الفيديو، نتمنى منكم انكم تعملوا لايك او اشتركوا بهذه القناه الجديده وهي قناه ابو ريان. نقول لكم رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في حلقه جديده وفيديو جديد.